السلام عليكم الإخوان والأخوات الأحرار، تحياتي للجميع ومرحبا بالجميع. الإخوان، كيف ما كتشوفوا بأن الشعب المغربي كيعيش في واحد الأوضاع اللي هي جد صعبة، أوضاع مزرية، وبسبب هذا النظام الحاكم. شفتوا الوضعية كيفاش يوم بعد يوم كتزيد مشاكل ومعاناة الشعب المغربي. هانتوما كتشوفوا التعليم ما كاينش، كتشوفوا المواطن المغربي ما من حقوش أنه التطبيب المجاني، بالإضافة إلى غلاء المعيشة. أن الشعب المغربي الشعب المغربي ما بقاش عنده داك القدرة باش أنه يوفر الحاجيات الأساسية ديالها. إخوان، اللي خلاني ندير هذا الفيديو أو هذا الفيديو غيكون عبارة على تحذير للشعب المغربي، أن الهالك محمد السادس يتدخل ويلعب دور المنقذ. الإخوان، اللي خلاني فعلا نزيد نتشبت وندير هذا الفيديو هو انكم شفتوا داك السيده ديال ليلى عبد اللطيف اللي عندها داك القضيه ديال التنبؤات. يعني كتبين انها كتقول شي حوايج، كتنبأ بشي امور، وداك الامور كتوقع فعلا على ارض الواقع. واخرها انها قالت تنبأت بالزلزال اللي ضرب تركيا. الاخوان، باش نكونوا واقعيين فيما يخص هذا الامر ديال هاد ليلى عبد اللطيف، ما كاينش شي حاجه سميتها تنبؤات او لا علم الغيب او لا شي تخربيق بحال هكا. هاد الناس الاخوان صراحه عندهم مخططات وكينفذوها على شاكله هاد الشي ديال هاد ليلى عبد اللطيف. وهاد ليلى عبد اللطيف في اطار التنبؤات ديالها قالت بان الشعب المغربي غادي يعيش واحد الاوضاع صعبه، وغادي يجي الدور ديال الهالك محمد السادس وغادي يدير واحد التحسينات وغادي يتدخل وغادي يلعب دور البطولي. هذا هو اللي خلاني نزيد نحذر المغاربه من هذا الامر هذا. الخوت، كتشوفوا بان حاليا الشارع فيه واحد الغليان كبير. الكل من الشعب المغربي يتكلم على غلاء الاسعار، كل شيء كيتكلم على انتفاضه، كل شيء باغي يخرج للشارع. فمن المحتمل ان يتدخل الهالك محمد السادس ويلعب دور البطولي ويتدخل في غلاء الاسعار. صراحة أنا الخوت، كنشوف نفس السيناريو ديال سنة 2011 بعد ما كانت واحد انتفاضة شعبية والمطالبة بإسقاط النظام، فشفتو كيفاش تدخل النظام ودار واحد الإصلاحات عن طريق الدستور إلى غير ذلك. فهادشي ماشي مستبعد أنه يحدث كيف ما كتشوفوا مع هاد الأوضاع اللي كيعيشها الشعب المغربي. وبالإضافة أن 20 فبراير قربت، فاللي بغيت نحذر ان المغاربه حتى اذا كان هذا التدخل ديال الهالك محمد السادس و... وتدخل ولعب دور بطولي انه هو السبب باش غيتنخفض الاسعار، وان الشعب المغربي غادي يولي يعيش، ما غاديش نقولوا غادي يعيش واحد العيشه مزيانه، لكن ان غيتدخل غير في غلاء الاسعار او لا غيدير لكم واحد التغييرات في الحكومه. فما تثقوش الاخوان في هذا الشيء. هذا الشيء فقط من أجل امتصاص غضب الشعب والغلايا اللي كاين عند الشعب المغربي. راه كيف ما قلت هذا الشيء غادي يكون سيناريو متكرر ديال سنة 2011، ومن بعدها غادي تشوفوا نفس الأوضاع أو لا نفس المعاناة أو لا نقدروا كاع نقولوا غادي تزيد معاناة الشعب المغربي. فحاليا إذا تدخل الهالك محمد السادس فما تثقوش في هذا الأمر هذا. ف من سابع المستحيلات أن هذا النظام يعطي جميع الحقوق للشعب المغربي، يعطي يوفر التعليم في المستوى، يوفر التطبيب المجاني للشعب المغربي، يوفر واحد دخل فردي في المستوى الشعب المغربي. يعني من سابع المستحيلات أننا نشوفوا هذا الشيء مع هذا النظام القائم حاليا، النظام الديكتاتوري أو لا هذه الأسرة العلوية. فالإخوان، حذاري ثم حذاري. هاد الناس عندهم واحد التخوف كبير من 20 فبراير. هاد الناس عندهم واحد التخوف كبير لأن صافي هناك احتقان شعبي. الشعب المغربي صافي وصلت ليه العظم. الشعب المغربي قادر يدير شي حاجة، وبالخصوص في هاد 20 فبراير. فالإخوان دائما كنحذر من هاد القضية هادي. بالإضافة الخوت، الناس اللي ما في خبارهمش أو لا أول مرة غيكتشفوا القناة أو لا الناس اللي ما عندهمش الخبر بأن راه هناك انتفاضة شعبية ضد النظام الديكتاتوري، ضد محمد السادس والأسرة ديالو الزبانية واللي دايرين به، يوم 20 فبراير بعد صلاة الظهر.
الشعب المغربي غادي يخرج ويثور في وجه هذا النظام، المطالبة بإسقاط النظام ورحيل النظام مع المحاسبة ديالو، لأن ما دارش قليل في هذا الشعب المغربي. فالإخوان يوم 20 فبراير كونوا في الموعد، خرج من دارك، ما تبقاش في الدار. النقطة اللي هي مهمة أن أي مواطن بما أنك أنت كتعاني يوم 20 فبراير، غير خرج، غير ما تبقاش في الدار، سير كيف ما دايرين الهجوم على القصور، سير اتجه نحو القصور غير من أجل أنك تكتشف، ماشي دير شي حاجة، غير ما تبقاش في الدار. فخرج إذا بغيتي الحقوق ديالك، وإلا بغيتي أنك تحسن من الوضعية ديالك وديال ولادك وديال ولاد ولادك، لأن راه سببك هو محمد السادس ماشي الحكومة. كيف ما كتشوفوا مشات حكومة وجات حكومة، ما عمر أن الشعب المغربي تهنى من هذه المشاكل والمعاناة. دائما كيف ما بغات تكون حكومة جديدة ولا وزير ولا حتى شي حاجة ما كيعطيوها الشعب المغربي. فالحل عندك النهائي، ما كاينش شي بديل آخر. انك تطالب برحيل اخ النوش، غيجيبولك شي خنشوش اكبر من اخ النوش، وتزيد المعاناة ديالك، وتزيد دائما تخرج تبكي وتشكي، وما كاينش اللي يتسوق لك. فخرج يوم 20 فبراير، اذا المدينة ديالك كيتواجد فيها القصر، سير اتجه للقصر. اذا ما كاينش قصر، خرج للساحات اللي كتنظموا فيها الاحتجاجات، تما وقف مع خوتك وطالب بإسقاط النظام. ما كاينش شي مطالب اللي هي أخرى ديال تحسين شروط العبودية، أنه غير باش ينخفض عفوا يكون هناك انخفاض في الأسعار ديال المعيشة. لا، هذه كتسمى شروط تحسين شروط العبودية. كتشوفوا ما يمكنش ان دوله كتحتوي، كتخرجوا في الوقفات كتقولوا الفوسفات وجوج بحوره وعايشين عيشه مقهوره. فين مشات المداخل ديال الفوسفات وديال جوج بحوره؟ داها محمد السادس. ما تكلمتوش على المعادن، ما تكلمتوش على الاحجار الكريمه اللي كتسوى اموال كبيره وكبيره. يعني هذا النظام كيدخل واحد الاموال طائله، والشعب المغربي حشومه وعيب وعار ان الشعب المغربي يكون عنده هذه المعاناه. فقط ما قادرش انه يوفر مطيشة والبصلة والبطاطا وكل شي غالي عليه. فما تشوفوش حدكم حد كروشكم، شوفوا حتى الحقوق اللي أخرى، حق السكن اللائق، التطبيب المجاني، التعليم في المستوى. ماشي الشعب المغربي يخرجوا فقط راه حشومة وعيب وعار الشعب المغربي يخرج فقط على الجوع هو اللي يخرجه. فنتفاوضوا أيضا حتى من أجل الكرامة، تكون عندكم واحد الحرية. يعني بزاف ديال الأمور. باختصار الخوت، يوم 20 فبراير خرجوا وثوروا في وجه هذا النظام. راه ما كاينش شي حل آخر من غير أنكم تطالبوا بإسقاط النظام، تبدلوا ذاك النظام. الشعب المغربي ينتخب على فرد واحد وليس أسرة، ويخدم مصالح الشعب ماشي يخدم المصالح ديالو. فهذا هو اللي خص المغاربة يعرفوا. نتوما كتشوفوا مع هذا النظام كيفاش عايشين. عندكم هاد الفرصة هادي من الذهب، راه ما عمرها تعوض المغاربة. ديروا يد في يد وخرجوا وطالبوا بإسقاط النظام، وماشي شي مطالب اللي هي أخرى.